اسفه. بصوا يا جماعه، بصي البطاطسايه سليمه مكسرتش ومستويه، جزرايه مستويه بالظبط. الصينيه قعدت نص ساعه في الفرن. بصوا حته اللحمه طبعا هندوريها لكم، بس هي مقلبه. بصوا متبله متحمصه. عايزين بقى ندوق. سخن جدا. نقول بسم الله. طبعا يا جماعه انا خايفه، انا حاسه انها هتلسع. هنسمي الله وندوقها عشان اقول لكم رايي بقى. سخنه جدا تحفه. دي احسن طريقه. يلا يا امارات نقول بسم الله بقى وندخل على الوصفه على طول. انا مقطعه هنا 4 بطاطسايات كبيره وجزرتين. طبعا الكميه هتزوديها زي ما انت عايزه، اهم حاجه نمشي على الوصفه تمام. ومعايا بصلايه كبيره حمراء انا مقطعها شرايح، والبطاطس زي ما انتوا شايفين كده انا مقطعاها ومظبطه الدنيا، وعصره 5 طماطميات حجم وسط مع شويه ميه صغيرين قوي، ما بتزوديش الميه. تمام. هجيب بقى الطاجن اللي هعمل فيه في الفرن او الصينيه زي متوفر عندك. احط الفلفل الاسود بتاعي والملح. هنا مش هنغرق بقى توابل والكلام ده كله يا جماعه. صينيه البطاطس بنكهه البطاطس والفراخ مش عايزين طعمها ايه يروح. دي عصره ليمون كده، دي اختياري يعني، بس جربيها بنفس الطريقه وبأمر الله هتعجبك يا جماعة. عايزة افكركم طبعا اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، ويكتب لي كومنت كده حلو ونفسكم نعمل ايه مع بعض. وما تنسونيش في الشير شير شير. انا دلوقتي فركت الفلفل الاسود مع الملح كده تمام. ودي سنة صويا صوص، جربوها. في ناس تقعد تقولك لا انتوا بتحطوا توابل كتير، لا ده جربيها. انا عايزاكم تجربوا الوصفة زي ما هي وقولوا لي رأيكم. بصوا انا حطيت بقى كله مع بعض كده وهقلبه خلاص اهي. وانا مقطعه يا جماعه كمان فلفلتين رومي و2 حراق. طبعا الحراق ده لو عندك اطفال او مش بياكلوا الاسبايسي كلهم خلاص لا تستغني عن السبايسي ده خالص وتستخدمي الايه الفلفل الرومي بس. بس انا رصيت اهي كده الصينيه ايه تبقى جاهزه معايا. بس هنحط لها الفلفل الرومي والحراق. بصوا انا بفك البصل عشان ايه يبقى كل شريحه لوحدها. هحط بقى الفلفل رومي والفلفل الحراق. ونجيب بقى الفرخة الحلوة بتاعتنا كده ونتبلها. تقولي نتبلها لوحدها؟ انا هتبل الفرخة لوحدها كده بتتبيلة صغيرة مش محتاجة قوي. بصوا نشيل بقى ده من هنا خلاص. نجيب الفرخة بقى. بصوا يا جماعة انا جايبة بصلاية مبشورة خلاص انا بشرها، حطيت لها شوية فلفل ملح وفلفل اسود. مش هحط لها اكتر من كده يا جماعة. ده بيعزز طعم الفراخ كده بطريقة حلوة جدا جدا. احنا هنحطها في الوش ونحط لها صلصة وكله ايه هيبقى بيشرب من كله في الطعم. انت عايزة تزودي التتبيلة بتاعة البطاطس تمام، بس انا دي طريقتي وجربوها هتعجبكم. بصوا بقى يا جماعة انا طبعا مقطعها شرايح كده، مديها بالسكينة كده حتت فيها شرايح تفتحيها بس، وتبتدي بقى ما بين الجلد واللحم تحطي ايه من التتبيلة دي. جربوها مش هتندموا. احلى صينيه بطاطس حصري هتعملوها عندي هتعجبكم جدا جدا جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله يعني. بصي طبعا الفراخ هنزل لكم فيديو ازاي تنضفوها وتبقى حلوه معاكم تمام. دي كانت فرخه كامله. طبعا كل لما هتزودي في الكمية هتزودي في التوابل، هتزودي في فاهمة. والملح والفلفل الاسود دي بتبقى بتاعتك انتي فيه، بس خلي بالك ان الفلفل الاسود لما بتكتريه بيبقى حامي شوية في الاكل. الناس على حسب انتي بتحبيه ولا لا. انا بحبه خلاص يعني، انا بحب طعم الفلفل الاسود. هنا كان الزور ده وقع فطبعا شطفته ورجعته ايه للحاجة. في شوية بصل وكده هبتدي برضو ايه احطهم بايديا عليهم كده من فوق الوش
بس بقى يا جماعة انا ما حطيتش نقطة زيت، ركزوا معايا كويس قوي. انا هعتمد على الدهون الطبيعية اللي في الفراخ في الاكل. احنا بقى يعني بنقلي وبنعمل والحاجات مليانة زيت وزيت مدهرج وحاجات بقى يعني ملهاش لازمة. لما يكون في أكلة حلوة كده ان احنا نحط كمان زيت، لا هي فراخ هتنزل الدهون بتاعتها. الطماطم دي يا جماعة وانتي بتضربيها حط لها قرن فلفل حامي. عايزة مش عايزة خلاص. بصوا اهو رشيت عليها الطماطم كده، بس انا مش محتاجة اكتر من كده. 5 طماطميات او 4 على حسب حجمهم، وتحط لهم شوية مية. ما تحطيش مية كتير لان الفراخ والبصل والجزر والفلفل هينزلوا مية. لقيتي ان هم محتاجين سوا تحطي ربع كوباية، ما احتاجتيش خلاص. بصوا بقى يا جماعة، احلى صينية فراخ بالطريقة الجميلة دي. بصوا طبعا في ناس هتقولك ايه ده دي محروقة، لا مش محروقة يا جماعة، احنا بنحبها محمصة كده. الجلد بتاعها بيبقى بيقرمش كده وجميل. والف هنا وشفا.